السلام عليكم. تخيل حد يقولك بهدوء كده: مشكلة الديون عندنا اتحسنت والدنيا ماشية صح. حلو، بس أنا عايزك تسأل سؤال واحد بس: اتحسنت فين؟ اتحسنت في الواقع ولا اتحسنت على الورق؟ لأن في الاقتصاد في حاجة اسمها تحسن، شكله جميل في الجداول، بس انت في حياتك اليومية مش حاسس بيه، ولا الموازنة حاسة بيه. والنهاردة هنفهم واحدة من أشهر الحكايات دي: نسبة الدين إلى الناتج المحلي. في أواخر ديسمبر 2025 رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في تصريحات رسمية إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي نزلت تقريبا من حوالي 96% قبل سنتين إلى حوالي 84% الآن. والكلام اتقال كأنه دليل إن الاتجاه صحيح. الناس بتسمع، بتشارك، وبتقول خلاص يمكن النفس يفتح. بس خلينا نهدي اللعبة ونفهم الماكينة، من غير سياسة ومن غير شتيمة ومن غير ما ندخل في نوايا حد. هنعمل حاجة واحدة: هنفهم المصطلحات كأننا بنسمعها أول مرة، وبعدها نرجع لنفس الجملة ونشوف معناها الحقيقي. خلينا نبدأ من كلمة الناتج المحلي. الناتج المحلي رقم سنوي، يعني حصيلة سنة كاملة. هو قيمة كل اللي البلد بتنتجه جوه حدودها خلال سنة واحدة. سلعة زي أكل، زي عربيات، زي حديد وأسمنت، زي ملابس، وخدمات زي نقل، زي سياحة، زي اتصالات، زي تعليم، زي صحة. تخيلوا عداد كبير بيعد الإنتاج على مدار السنة. لو البلد اشتغلت أكتر وأنتجت أكتر، المفروض العداد يزيد. بس هنا بنوصل للمشكلة: الناتج المحلي بيتقاس بالفلوس، والفلوس مش ثابتة، لأن الأسعار بتتغير. يعني ممكن الرقم يزيد لأسباب مختلفة، ومش كلها معناها تحسن حقيقي. ممكن الرقم يزيد لأن البلد فعلا أنتجت أكتر، وممكن الرقم يزيد لأن نفس الإنتاج بقى أغلى لأن الأسعار طلعت. وعشان ما نخلطش الحكايتين في بعض، الاقتصاد بيقسم الناتج لنوعين: ناتج اسمي وناتج حقيقي. خليني أقولها ببساطة شديدة: الناتج الاسمي هو الناتج بأسعار اليوم، يعني بأسعار السنة دي، يعني ببطاقات الأسعار اللي في السوق دلوقتي. هو بيجاوب على سؤال بسيط: لو جمعت قيمة كل اللي اتعمل السنة دي بأسعار السنة دي هتطلع بكام؟ وده معناه إن لو الأسعار ارتفعت بسبب تضخم، الرقم الاسمي غالباً هيرتفع تلقائياً حتى لو الإنتاج الحقيقي ما زادش. خلينا نقربها بمثال من حياتنا عشان ما تبقاش كلمات كبيرة. تخيل سوبر ماركت، السنة اللي فاتت لبن ب10 جنيه، السنة دي نفس اللبن ب20 جنيه. لو السوبر ماركت باع نفس عدد الزجاجات، الإيراد بالفلوس هيطلع أكبر. هو ما باعش لبن أكتر، هو بس باع نفس اللبن بس بسعر أعلى. ده بالظبط الناتج الاسمي: رقم فلوسي بيكبر مع ارتفاع الأسعار. طيب، إيه بقى الناتج الحقيقي؟ الناتج الحقيقي بيحاول يجاوب على السؤال اللي الناس فعلا تقصده لما تقول الاقتصاد كبر ولا لأ. يعني هل البلد أنتجت كميات أكتر، سلعة أكتر، خدمات أكتر؟ عشان يعمل كده بيحاول يشيل أثر ارتفاع الأسعار. أسهل طريقة تتخيل بيها الناتج الحقيقي إننا نحط الأسعار على جنب ونركز على الكمية. يعني كأننا بنقول نفترض إن الأسعار ما اتغيرتش، ونشوف الإنتاج نفسه زاد ولا لأ. خلينا نعمل مثال بسيط جدا ومن غير تعقيد. سنة أولى، البلد أنتجت 100 وحدة، سعر الوحدة جنيه واحد، يبقى الناتج الاسمي 100 جنيه. سنة تانية، البلد أنتجت نفس 100 وحدة، لكن سعر الوحدة بقى جنيهين بسبب ارتفاع الأسعار، يبقى الناتج الاسمي 200 جنيه. على الورق الناتج الاسمي اتضاعف 100% زيادة، بس في الواقع هل البلد أنتجت أكتر؟ لا، الإنتاج هو 100 وحدة، يبقى النمو الحقيقي صفر، مفيش زيادة في الكمية، اللي زاد هو السعر. وده سبب إن ناس كتير تسمع جملة الناتج بيزيد وتحس إن حياتها أصعب، لأن التضخم بيكبر الرقم من غير ما يزود الإنتاج الحقيقي. خلينا ناخد مثال تاني عشان الحياة غالبا خليط. سنة أولى، 100 وحدة، سعر الوحدة جنيه، الناتج الاسمي 100. سنة تانية، الإنتاج زاد ل110 وحدات والسعر زاد لجنيه ونص، الناتج الاسمي يبقى 165. الرقم الاسمي هنا كبير، بس هو بيحكي قصتين مرة واحدة: قصة إن البلد أنتجت أكتر من 100 ل110، وقصة إن الأسعار زادت من جنيه لجنيه ونص. الناتج الحقيقي بقى يعمل إيه؟
بيحاول يشيل حكاية السعر ويفضل ماسك حكاية الكمية. يعني كأنه بيقول خلينا نحسب السنة التانية بنفس سعر السنة الأولى، ساعتها 110 وحدات بسعر جنيه يبقى 110، يبقى النمو الحقيقي 10% مش 65%. وده درس مهم جدا. الناتج الاسمي بيخلط السعر مع الكمية، الناتج الحقيقي بيحاول يطلع لك الكمية لوحدها. طيب، احنا ليه بنتعب نفسنا في الكلام ده؟ وليه ده مهم لمصر؟ لأن في جملة تتقال كتير: نسبة الدين إلى الناتج بتقل، يبقى الأمور اتحسنت. وهنا لازم نفهم النسبة دي قبل ما نصدقها أو نرفضها. نسبة الدين إلى الناتج معناها ببساطة إجمالي دين الدولة مقسوم على الناتج المحلي في سنة واحدة، يعني جبل دين مقابل إنتاج سنة. الدين ده حاجة متجمعة زي جبل، كمية ديون متراكمة، والناتج ده تدفق سنوي زي نهر سنة واحدة. فالنسبة بتقولك الجبل قد إيه مقارنة بالنهر. لو النسبة طلعت 100%، ده مش معناه إن الدولة تقدر تسدد الدين في سنة، لا، ده معناه إن حجم الدين قريب من قيمة إنتاج سنة واحدة. الحكومات بتحب الرقم ده لأنه شكله بسيط وسهل يتحط في عنوان وسهل يتقارن بين دول. بس فيه نقطة ضعف كبيرة، لأن الناتج المحلي اللي تحت الكسر ممكن يكبر اسميا بسبب التضخم، وساعتها النسبة تتحسن على الورق من غير ما يكون الضغط الحقيقي اتحسن. خليني أوريك ده بمثال صغير. سنة أولى الدين 10، الناتج 10، النسبة 100%. سنة تانية الدين زاد ل12، يعني الدين كبر بس الناتج زاد ل15. ممكن يكون زاد لأن الأسعار زادت أو لأن الرقم الاسمي كبر بسرعة. ساعتها النسبة تبقى 80%، شكلها تحسن ممتاز، بس الدين زاد والبلد مدينة أكتر، يبقى اللي حصل اسمه ببساطة المقام كبر أسرع من البسط. وده اللي بنسميه بشكل عام تحسن بالنسب مش بالواقع. طيب، هل ده معناه إن نزول النسبة وحش؟ لا، مش لازم. نزول النسبة ممكن يكون خبر حلو فعلا لو جاي معاه نمو حقيقي وإيرادات أعلى وفوائد أقل وقدرة أحسن على السداد. لكن المشكلة إن النسبة لوحدها ما بتقولكش القصة كاملة. عشان كده لازم ننتقل للسؤال الأهم: الضغط الحقيقي بيتقاس بإيه؟ هنا بقى أهم جملة في الحلقة كلها: الدولة لا تسدد الدين من الناتج المحلي، الدولة تسدد الدين من إيراداتها، يعني من الضرائب ومن الرسوم ومن دخل الدولة. الناتج المحلي مش خزنة فلوس الدولة، الناتج المحلي رقم بيوصف الاقتصاد كله، لكن السداد بيطلع من الموازنة، والموازنة ليها إيرادات محددة. عشان كده في مؤشرات أهم من مجرد نسبة الدين للناتج. في مؤشر يقولك كام من إيرادات الدولة بيروح للفوائد وكام بيروح لخدمة الدين. خدمة الدين يعني الفوائد ومعاها سداد أصل الدين أو تجديده. يعني لما الدين يستحق، الدولة يا إما تسدده يا إما تستلف تاني عشان تسدده. وده هو قلب المشكلة، مش شكل النسبة في الجريدة. دلوقتي نرجع لمصر وبهدوء. في تصريحات رسمية بنسمع النسبة بتنزل يبقى الأمور أفضل، وفي نفس الوقت في تحذير يتقال في التحليلات: خلي بالك، ممكن النسبة تنزل بسبب نمو اسمي بينما عبء الفوائد وخدمة الدين ما زال ضخم. وفي تقارير صحفية دولية ظهر كلام عن إن الفوائد بتستهلك جزء كبير جدا من إيرادات الدولة، وفي نفس النوع من التقارير اتقال إن خدمة الدين بتاخد نسبة كبيرة جدا من موازنة. أنا مش محتاج الموازنة، أنا مش محتاجك تحفظ أرقام، أنا محتاجك تفهم المعنى. لو الفوائد بتاكل معظم الإيرادات يبقى الدولة مخنوقة، لو الدولة مخنوقة يبقى المساحة للصحة والتعليم والاستثمار أقل، حتى لو النسبة في الجدول نازلة. خليني أديك تشبيه منزلي عشان الصورة تثبت. تخيل بيت دخله الشهري 10,000 وعليه أقساط وفوائد 7,000. البيت كده عايش إزاي؟ بالكاد. حتى لو واحد جه قالك نسبة دينكم لدخلكم اتحسنت لأن الدخل الورقي زاد بسبب علاوة، بس الأسعار في السوق زادت أكتر، في الآخر البيت ما زال مخنوق. وده اللي بيحصل على مستوى دولة لما تبص على النسبة لوحدها وتسيب مؤشرات الضغط الحقيقي. وفي نقطة كمان بتخلي الموضوع حساس عند الناس: التضخم ممكن يرفع الناتج الاسمي وده يطلع شكل اقتصادي كبير، لكن التضخم نفسه يقلل القوة الشرائية ويخلي الحياة أغلى.
ويخلي الناس تحس إن المرتب بيجري ورا الأسعار. فممكن تشوف مشهد غريب، الناتج الاسمي بيزيد، نسبة الدين للناتج بتقل، الناس حاسة بضيق، والموازنة بتدفع فوائد عالية. ده مش تناقض، ده اختلاف زاوية القياس. الناتج الاسمي يقولك قيمة الاقتصاد بأسعار النهاردة، الناتج الحقيقي يقولك هل الكمية زادت فعلا. نسبة الدين للناتج تقولك حجم الدين مقارنة بسنة إنتاج. لكن السؤال اللي يهمك كمتابع، والسؤال اللي يهم الدولة كموازنة، هو سؤال السداد السنوي. كام من الإيرادات بيروح للفوائد؟ كام بيروح لخدمة الدين؟ هل في مساحة تتنفس؟ ولا كل سنة بنجري عشان نقفل استحقاقات السنة اللي بعدها؟ وفي حاجة زيادة مهمة لو عايزين نكون أدق، اسمها نصيب الفرد. لأن ممكن تسمع الناتج الحقيقي زاد، بس عدد السكان زاد برضه. ساعتها نصيب الفرد ما يتحسنش، يعني الاقتصاد كبر، لكن نصيب الشخص العادي ما كبرش. وده مهم، لأن الناس في النهاية عايشة بنصيبها، مش برقم إجمالي على مستوى دولة كاملة. طيب، إحنا نطلع بإيه من الحلقة دي؟ نطلع بقواعد بسيطة، وأي حد يقدر يستخدمها وهو بيسمع الأخبار. لما تسمع جملة نسبة الدين للناتج بتقل، ما تفرحش بسرعة وما تغضبش بسرعة. اسأل أسئلة هادية. هل عبء الفوائد وخدمة الدين على إيرادات الدولة أخف، ولا ما زال خانق؟ هل الناتج الحقيقي للفرد بيتحسن، ولا اللي بيزيد هو الرقم الاسمي بسبب الأسعار؟ هل تكلفة الاقتراض بتقل بشكل مستمر، ولا البلد ما زالت تعيد تمويل ديون قصيرة بتكلفة عالية؟ لو الإجابات ماشية في الاتجاه الصحيح، ساعتها نزول النسبة يبقى خبر جميل فعلا، مش خبر ورقي. لكن لو الإجابات لا تزال مزعجة، ساعتها النسبة ممكن تكون صحيحة لكن ناقصة. والأرقام الناقصة هي الأخطر، لأنها تظهر وكأنها الحقيقة كلها. وفي الآخر، أنا مش ضد أي تحسن، أنا ضد إننا نكتفي بعنوان واحد ونسيب باقي الصورة. الأسبوع الجاي، لو حابين نكمل بنفس الأسلوب، هندخل على فكرة بسيطة جدا بس بتغير الإحساس بالكامل: الناتج بالعملة المحلية، والناتج بالدولار، وليه بلد ممكن تبان أكبر محليا وفي نفس الوقت تكون أضعف عالميا من ناحية القوة الشرائية. خليك معانا، لأن الحلقة الجاية هتجاوب على سؤال ناس كتير بتسأله من غير ما تحس: ليه الأرقام تقول تحسن والحياة تقول ضغط؟ تصبحوا على خير.